السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة أحمد علاء، وحياكم الله في هذا الفيديو الجديد. أرسل لي واحد مقطع لأحد الطلاب اليمنيين في الهند ومشكلته مع القطرية. الطالب اليمني حصلت معه مشكلة مع القطرية، طلب منا أن نوصل رسالته. احنا بدورنا حنوصل رسالته. أنا لن أتحدث كثيرا في البداية، أنا بترككم مع الفيديو الذي تحدث فيه. أنا لي تعقيب بعد كلامه، فاسمعوا كلامه وبعدين انتظروا كلامي، لأنه حيكون رسالة إلى السفارات ورسالة إلى الأنذال ورسالة إلى كل من يهين اليمنيين في المطارات المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد عبد العزيز، مواطن يمني طالب في الهند. يا جماعة، أنا مشكلتي مع شركة القطرية، أكلت تذاكري ولا حد يومنا هذا ما وقع ليش أي قيمة تذاكر ولا أي رد اعتبار ولا أي حاجة. أنا مشكلتي كانت معي رحلة من النيبال إلى الإكوادور، فأتأكدت من الشركة القطرية، قلت لهم هل إنه مسموح لي كجواز يمني إن أنا أسافر هذا السفر ومعي ترانزيت؟ قالوا أيوة مسموح لك. تأكدت من البرازيل بحيث إنه بحكم إنه معي ترانزيت ساعتين، هل مسموح لي؟ دخلت الويب سايت، دخلت كذا، قالوا لي مسموح لك 24 ساعة. أنا كان الترانزيت حقي ساعتين. بهذا الموجب أنا انطلقت من داخل الهند إلى داخل النيبال، قطعت تذكرتين، تذكرة محلية وتذكرة دولية من الهند إلى النيبال. بعد ما وصلت لهانك وصلت للكونتر، حققوا معي تحقيقات روتينية ساعتين، انعد تسير انعد تروح، ليش كذا كذا، انا طالب في الهند، هذه اقامتي العربية حقي، انا كذا انا هذا. تكملوا معي التحقيقات، جابوا لي التذاكر حقي. هذه التذكرة الأولى عادي بالبوردنج، هذه التذكرة الثانية وهذه البوردنج حقها، وهذه التذكرة الثالثة اللي سافرت فيها وخلوني ألعب منكم. هذه التذكرة الثالثة اللي سافرت فيها عبر القطرية ورجعوني بعد ما وصلت إلى قطر. طبعا أنا أول ما دخلت سافرت وصلت إلى قطر، نحن ماسكين بالطابور كذا، كان في مسؤول أمني هناك تبع شركة القطرية يشوف الجوازات، شاف جوازي يمني قال لي ركل. ليش ايش قضيتي يا أستاذ العزيز؟ قال لي يا أخي لحظة، بان إجراءات روتينية بنتحقق. طيب هل إنه مسموح لك ولا؟ طيب أوكي، أنا يا أخي هذه أوراقي وهذا كل شيء سليم. قال لي طيب. أنا بعد ما جلست أنتظر من ساعتين إلى 3 ساعات، قال لي يا أخي أوراقك سليمة وكل شيء سليم والعفو منك، وإحنا الآن بننسق لك فندق، بننسق لك كل شيء وآكل شارب وكذا، لما ننسق لك رحلة ثانية. قلت مش كانت كل ساعة رحلة؟ قال لي بننسق لك لا تقلقش، أنت ضيف. أنا قلنا لا يا أخي طيب شكرا. وصلني للريسبشن. أول ما وصلت للريسبشن شلوا جوازي الدولي هذه الورقة: عزيزي المسافر، نحن نعمل على إتمام الإجراءات، شكرا. طيب أنا انتظرت هناك 5 ساعات، انتظر ما فيش اي رد. اوصل عند الريسبشن: يا جماعه ايش الحاصل؟ ما لكم ما خرجتونيش؟ انا لحد الان محلبط، ايش الحاصل؟ قالوا لي لحظه، اشوف ورقه في الريسبشن في الليست مكتوب انه اي مسافر يتعرقل وما فيش عليه اي اشكاليه يتم تعويضه ويتم رد اعتباره ويتم 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 ويتم. قلت لهم انا لي 8 ساعات، شوفوا الورقه هذه. قالوا هل انت اوروبي؟ قلت لهم لا. هل انت كندي؟ قلت لهم لا. ايش انت؟ انا يمني. قالوا ما لكش اي حقوق. هل انا كمواطن يمني ما ليش اي حقوق؟ هل انهم يجيبوا لي تذاكر فري بلاش وغيري يدفع عليها فلوس؟ هل إن أنا كمواطن يمني مستضعف ماليش أي حق؟ قال لي يا أخي هذا اللي عندك. انتظرت، كانوا كل ساعتين يجيبوا لي واحد يتلاعب معي بالكلام: لحظة انتظر، نحن نعمل على خدمتك، نحن نلعب منك الآن تماما. آخر شيء جاء لي واحد قال لي شوف يا أستاذ العزيز، رحلة حقك بتكون بعد 24 ساعة، ما يحق لك إنك تجلس في المطار القطري 24 ساعة ترانزيت. طيب إيش الحاصل؟ قال في رحلة مدتها 3 أيام، هل أنت مستعد فيها؟ قلت مستعد فيها ولا أخسر فلوسي؟ أنا مستعد، أهم شيء فلوسي أنا ما أخسرهاش. قال لي خلاص طيب. انتظر لمدة 20 ساعة يخرج لي مدير القطرية بعد ما صيحت وكذا، وأنا جالس خارج فوق الكرسي وفي الأرض فوق الكرسي، ما جابوا لي حتى شربة ماء. بعد 8 ساعات لما بديت أصيح جابوا لي بعدها بساعة ربع لتر ماء رز أبيض. أنا محبوس، تدوا لي فضل من أبدكم؟ تدوا لي حاجة بلاش منكم؟ إيش تدي لي هذا؟ ليش تعرقني؟ ليش تقطع لي تذكرة مع البوردنج مع كل شيء، تقطع لي كل حاجة وكذا وترجع تردني بأي حق؟ لا تقطع ليش من البداية؟ لا تأكد ليش من البداية؟ مش تخليني أوصل، تخليني أسافر أول تنزل ترجعني؟ ليش تخسرني؟ ليش تتعبني؟ ليش البهذلة هذه؟ يعني بحكم إن أنا مواطن يمني ما بيش لي أي حق ولا كيف؟ أو إنه جوازي ضعيف ما أقدر أشيل حقي؟ المهم بعد 21 ساعة يجي لي عندي هذا مدير القطرية يقول لي خلاص نحن هناخذ التذكرة حقك الإياب اللي هي من الإكوادور إلى كوالالمبور ب 1850 دولار، وندي لك بدالها تذكرة ب 200 دولار ونخليك تروح لك النيبال. ليش أنا خسرت فلوس كلها وفلت كل شيء عشان تيجي تقول لي هذا الكلام؟ فلوس يرجمها حرام ولا كيف؟ قال لي وي ار سوري. على ايش سوري؟ على ايش؟ ليش تأكدوا لي؟ ليش تقطع لي البوردنج عشان تقول لي سوري؟ قال لي حقك بيرجع لك مع تعويضاتك مع كل شيء. طيب وينه حقي؟ يديها، جيب حقي الآن. أنا خلاص أنا خارج، مشتيش أي حاجة، جيب حقي خليني أروح. ولا لا تروح توصل بيوصل لك للحساب أول ما توصل. هل هذا الشيء أكيد؟ قال لي أكيد.
اول ما توصل لك اوريدي للحساب. قلنا طيب على هذا الموجب انا خرجت بعد 21 ساعه وانا جالس في المطار القطريه وكل شيء سليم واوراقي سليمه، واكدوا لي هذا الشيء من اول 3 ساعات انه اوراقي سليمه ومسموح لي بكل شيء. بعد هذا كله انطلقت الى النيبال ولا جالي اي حاجه. انا لليوم من بعد ما جلست في النيبال وانا طالب في الهند، جلست في النيبال شويه ما قبلونيش في النيبال، رجعت لا كوالالمبور بسبب الحظر. انا لي 10 اشهر انا خاسر كل ريال، صرفه فوق صرفه، ولا 10 اشهر ولا لا قيمه تذاكر، لا تعويضات، لا اي حاجه. حتى الرد بالايميل نفس الرد الروتيني، شكرا استلمنا خدمتك سنتم معاودك زودنا بالتفاصيل. بس يا شباب انا رسالتي للناس، هذه القضيه خلوها قضيه راي عام، مش ان انا كمواطن يمني مستضعف ما فيش معي ظهر ولا ما فيش معي اي حاجه او جوازي عادي عياكلوا حقي، انا دافع فيها فلوس، مش ان انا مواطن يمني عياكلوا حقي. لا يا شباب اللي معاه يا اخي وصلوا هذا الفيديو قضيه راي عام، واللي معاه محامي يدلني عليه ولا يخليه يتواصل معي ونتفق انا وياه وياخذ لنا نسبه من التعويضات وهذا، ولا ياكلوني ولا ياكلوا حقي. انا انسان طالب، انا انسان طالب، هذه اقامتي في الهند، انا انسان طالب ما اجيش اكل حقي. انا لي اكثر من 10 شهور الان منتظر ولا جابوا لي لا تعويض ولا قيمه تذاكر ولا اي حاجه. وشكرا. مؤلم ومحزن جدا يعني يتعامل مع اليمني بهذا الشكل. طالب في الهند، يعني راح يدرس في الهند. لماذا الاستغلال هذا؟ لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا الاستحقار لأنه يمني؟ من السبب؟ من السبب الذي جعل اليمني يهتان إلى هذه الدرجة؟ من السبب؟ تمام، إذا كانت بلادنا فيها حروب، فيها دمار، فيها أشياء، خلاص خرج من بلده مسالم ما عنده شيء، مسالم راح يدرس في الهند. ليش التعامل هذا؟ ليش تكذبوا عليه؟ ليش تكذبوا عليه ان السفرية بتوصل وان الامور على ما يرام؟ ليش تكذبوا عليه؟ ليش تقطعوا له التذاكر؟ ليش تتعذبوا لانه يمني؟ لا بس شافوا الطابور وصل يمني، يعني عرض له الجواز اليمني قال على جنب. ليش على جنب؟ ايش عمل فيك اليمني؟ ايش سوى فيك؟ استحوا على انفسكم. طبعا بتحدث هذه الاشياء في اغلب مطارات العالم، اغلب مطارات العالم يتم استحقار اليمني بهذا الشكل. ليش؟ اين دور السفارات؟ اين دور السفارات؟ انتم سفراء الان في كل دولة من الدول. السفراء ايش دوركم انتم؟ ايش دوركم انتم؟ ايش دوركم انتم تحموا المواطن اليمني خارج البلاد؟ ايش يتم التعامل؟ الان ما زال حقوقه عند القطرية. أنا أتمنى من الحكومة القطرية، أنا أتمنى من الحكومة القطرية وأتمنى من السفارة اليمنية أن يوقفوا مع هذا الطالب. أنا أتمنى لن يفلتوا، وأنا أعتقد أن حقوقه حترجع. إحنا واثقين إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى والحكومة القطرية إن حق هذا الطالب سيرجع. لا، هذا الظلم واضح، هذا الظلم واضح عيني عينك. إجراءات السليمة كل شيء عنده السليم، إذا ليش تعرقلوا؟ ايش المشكلة عندكم انتم اليمنيين؟ ايش مشكلتكم؟ ايش سوى فيكم اليمني؟ ايش عمل فيكم؟ سفاراتنا المنحطة اللي عمرها ما شفناها تدافع على يمني، ما تدافع على يمني. السفارات المنحطة ليش خايفين من ايش؟ خايفين لا يتم ترحيلكم انتم كمان؟ خايفين لا يتم ترحيلكم ولا ايش؟ دافعوا على اليمنيين يا انذال. اليمنيين يهتانوا في كل المطارات. أين دوركم أنتو؟ أين دور السفارات؟ إيش دوركم أنتو؟ بس تدوروا إيش تاكلوا، إيش تسرقوا، إيش تنهبوا. لو في واحد بعد الفلوس حتدافعوا عليه، لو في واحد بعد الفلوس حتحصلوا منه فلوس حتدافعوا عليه، لكن لا في طالب ولا واحد مسكين هذا طزوا فيه. طزوا فيه. أنا أتمنى أن توصلوا رسالة هذا الطالب، أتمنى أن توصلوا رسالة هذا الطالب على أساس للباقين مش لهذا الطالب فقط، لأن هذا وغيره بيهتانوا في مطارات الدول العربية بالذات، بيهتانوا في مطارات الدول العربية. هذا الطالب وغيره احنا بدورنا ان احنا نوصل رسالته، نناشد، لأنه عيب استحوا على أنفسكم. عيب إذا الدولة كذا تمر. احنا ما راح ننسى الذي يعاملنا بالطيب وإن شاء الله أتصلح اليمن، مش حنجلس هكذا. إن شاء الله أتصلح اليمن، هتصلح وتجوا لعندنا وتمشوا من مطاراتنا، يعني هتصلح اليمن إن شاء الله. ليش تستغلوا الظروف؟ يعني ليش تهينوا اليمني المسكين هذا هرب من وطنه يعني وتجيدوا تجعجعوا خارج الوطن؟ عيب.
يا قطرية عيب، احنا كنا نعتبركم كويسين والله، وما زلنا نؤمن بأن الحكومة القطرية راح تخرج حق الطالب هذا وتعاقب من قاموا بعرقلة هذا الطالب. أنا أتمنى ذلك ونسمع أخبار سعيدة، لأنه ما تعودنا منكم هذا الشيء صراحة، ما تعودنا منكم، عيب عيب، ما تعودنا منكم. على العموم وصلوا رسالة هذا الطالب، يستحق أن نوصل رسالته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.